كوكب تاني. كاتبها كده على الواقع ان شاء الله تسمعوا اسمها كتير جدا الفتره الجايه. فنسبه تحيه كبيره قوي للكاتبه الكبيره نمار محمد. الكاتبه الكبيره نمار محمد. سأقولها من غير ما تشوفوها، فلما تشوفوها سأقولها تاني. ده بر من الناس اللي بتخطف القلب والعقل. بتكتب قصص خلاص 10 دقايق. والفترة الأخيرة بدأت تكتب قصص قصيرة عن ذكر الإسلام مصر. فأنت عندك قصتين تحكيهم بقى للجمهور. السلام عليكم، معكم الكاتبة نمار محمد. القصة الأولى ليلة التنمر. في يوم من الأيام كان هناك ولد اسمه عمر، كان ذوي الاحتياجات الخاصة. في يوم تنمر عليه ولد معه في المدرسة اسمه تامر، وقال له: أيها الولد المريض. وهذا الموقف من المواقف التي تعرض لها مراد، وكبر مراد وأصبح عظيما في الرياضة وفي أشياء كثيرة. وقابل فقال له: ما الذي أصاب؟ قال له: أنا آسف يا مراد، لقد كنت أتنمر. قال له: لا عليك، سنبقى أصدقاء للأبد، وهذا يعلمنا أننا نتنمر. وأرجو من كل مستمع لهذه القصة أن رأى شخص يتنمر على شخص آخر يقول له أن هذا الفعل خطأ، وأن الله خلقنا بأحسن شكل، وما لا ترجعه على نفسك لا تقدره على غيرك. شكرا. ليس مختلفون ولكن متميزون. في يوم من الأيام كان هناك ولد اسمه عمر، وفي يوم تنمر عليه زملائه في المدرسة. وبعدها عاد حزينا إلى البيت، فقالت له أمك: ما بك؟ قال لها: كلام أصحابي تنمروا علي، وكلامهم أثر في كثيرا. قالت له: إن أكبر رد عليهم هو أنا. وبالفعل قرر الإمام مهارة، كانت مهارة هي الكتابة وتأليف القصص، وكانت قدوته التي عن الإضاءة. رغم أنه ضرير كان يكتب قصصا وأبحاثا ومقالات ويعرضها للناس. وبعدها أصبح زملائه لا يتنمرون عليه. وفي ختام هذه القصة أود أن أقول أنني سعيدة بهذا المهرجان كثيرا، وأنني فخورة بكل أحد من ذوي الهمم حتى من دون أي هذا الشيء، وأنني كنت أعتقد أن الشيء هو الكتابة والقراءة، ولكن الآن رأيت نماذج أجمل بكثير من الكتابة. وشكرا. ممكن حضرتك الفترة الجاية تكتب لنا كتاب وتسميهم أبطال من ذوي الهمم، ونروح نقعد معاهم في البيت ويحكوا لك حكايتهم. بص الدكتورة منى بتبص لك ازاي من ورا عماد عماد حاجز عنها، هي منبهرة بيك عشان طبعا الدكتورة منى دي كاتبة كبيرة قوي. واحنا عندنا دعوة ان شاء الله لجنة علاء الدين نرتبها تحت رعاية الدكتورة منى، ونروح الأهرام ونبنى ونشوف الأهرام بتبقى ازاي. نروح نقعد مع الولاد وحضرتك تسمعي القصص بتاعتهم وتكتبيها كتاب بطريقة الأدبية الجميلة دي. ربنا يبارك لك.